قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. وكفى بالقرآن وعظة، فالقومة لله هي اليقظة. إذ أن الإنسان المغمور في غواشي نشأة الدنيا، الذاهل عن الحق تعالى وعن نور الفطرة، كالنائم بالحقيقة. روي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: الناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا. وحين تباغته لحظة الموت يقال للعبد: لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فيتذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: موتوا قبل أن تموتوا. أميتوا تعلقكم بشهوات الدنيا والاحتجاب بها عن آخرتكم، واستيقظوا قبل أن توقظوا حين لا يمكن التدارك. فأول ما يستنير به القلب هو اليقظة، وبها يرجع العبد إلى جادة الطريق، ثم يبدأ رحلة الوفود على الله تعالى. فشمر عن ساعديك لشكر ولي النعمة عليك، والاعتبار بأهل الدنيا مما يزيد تعظيمك للنعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قد أفلح من